ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل شوكولاته دبي الترند، سعرها طبعا غالي جدا. احنا بقى هنعملها في البيت ومش هتكلفنا اكتر من 100 جنيه. تعالوا بقى نشوف الوصفه ونشوف هنعملها ازاي. عندي اول حاجه 200 جرام من الشوكولاته الخام، اي نوع. انا مستخدمه شوكولاته خام بتاعه سما، بحبها كده وبيبقى طعمها حلو جدا. بنقطعها قطع صغيره كده عشان تسيح بسهوله. عندي كمان ربع كيلو من الكنافه، بجيبها وبحطها في الفريزر يوم كامل لحد ما تجمد، وبنقطعها بقى قطع صغيره كده بالشكل ده، وممكن تفرموها في الكبه. هنحمر بقى الكنافه بتاعتنا بمعلقه من السمنه على البوتاجاز من فوق، وممكن تحطوها كمان في الفرن، الطريقه اللي تريحكم اعملوها. هنحط الشوكولاته بتاعتنا على حمام بخار عشان تسيح. ده بقى شكل الكنافه بتاعتي بعد ما حمرتها كويس على البوتاجاز من فوق، وخدت لون ذهبي كده حلو. ودي كده الشوكولاته لما ساحت حطيت عليها معلقه من الزيت وقلبتها كويس، ومش بسيبها تسيح كامله على حمام البخار. انا بستنى الجزء اللي تحت ده يسيح وبرفعها من على حمام البخار وبقلبها كويس لحد ما تسيح معايا كلها. وعندي بقى القالب السيليكون ده كده على شكل بار الشوكولاته، ممكن تعملوها في علبه سورها واطي او علب بلاستيك بتاعه استخدام المره الواحده، ونقطعها بعد ما الشوكولاته تجمد. هحط بقى شويه كده من الشوكولاته السايحه بتاعتي في القالب، وهفردها في القالب كله كده بالشكل ده. بفضل اهزها كده عشان الشوكولاته تنزل، وهدخلها الفريزر لحد ما نعمل الحشوات بتاعتنا. عندي اول حشوه هنا شويه من مربى الحليب بتاعه كواليتي تارجت، طعمها خطير بجد وغنيه جدا ولذيذه. احط عليها بقى شويه من الكنافه اللي حمرناها وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وكده تبقى اول حشوه عندي جهزت. تاني حشوه بقى عندي كريمه لوتس، هحط عليها برضو شويه من الكنافه وهقلبها كويس جدا كده، وتكون معايا تاني حشوه جهزت. تالت حشوه بقى معايا شويه من جناش الشوكولاته بتاعه كواليتي تارجت، برضو طعمها حلو جدا. ضفت عليها برضو شويه من الكنافه وهقلبها كويس، وهركنها على جنب لحد ما اجيب القالب بتاع الشوكولاته بتاعتي. وده بقى كده شكل الشوكولاته قبل ما نحط الحشوه، جامده وماسكه نفسها. بتاخد 10 دقايق او 5 دقايق وبتجمد على طول. وهبدأ بقى احط الحشوة بتاعتي كده بالشكل ده. اي حشوة عندكم عايزينها اعملوها، مش شرط حشوة الفستق يا جماعة، لو مش متوفر عادي جدا. انا عملت الحشوات اللي انا بحبها، فعادي براحتكم. بعد ما فردت بقى الكنافة بتاعتي، هبدأ احط طبقة تانية من الشوكولاتة كده بالشكل ده، وهفردها بقى على البار بتاع الشوكولاتة كله لحد ما اغطي كل الكنافة بتاعتي. وهندخلها الفريزر، هتقعد معايا 10 دقايق تجمد الشوكولاتة ونطلعها، وبتطلع من القالب بكل سهولة. بتطلع معايا بقى بالشكل ده، شكلها تحفة ومتقسمة زي الشوكولاتة اللي بنشتريها من بره بالظبط. وعملت كمان بارات شوكولاتة صغنونة كده بالشكل ده، دول كانوا في القالب برضو اللي عملت بيه، شكلهم حلو قوي. بصوا بقى خطيرة ازاي، دي ممكن تعملوها لولادكم الصغيرين. وتعالوا بقى نكسر البار الكبير مع بعض وشوفوا بقى شكله عامل ازاي من جوه، تحفة تحفة وخطير. وعايزة اقول لكم طعمها حلو قوي، والحشوة مديها طعم خطير بجد. جربوا تعملوها في البيت وهتعجبكم جدا، وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفة جديدة.